ألبرت أينشتاين قال كل الناس عباقرة، لكن لو حكمت على سمكة بقدرتها على تسلق الأشجار هتعيش طول حياتها مقتنعة إنها غبية. السيدات والسادة، النهاردة هكلمكم عن التعليم، واللي مش بس بيخلي السمكة يتسلق الأشجار، لأ ده كمان بيخليهم ينزلوا من عليها ويجروا مئات الأمتار. قولولي، هل انتوا فخورين باللي بتعملوه؟ بتحولوا ملايين الطلاب لروبوتات؟ هل كده المجتمع بتصلحوه؟ عارفين كم طالب معتبر نفسه السمكة دي بيقوموا في الفصل مش لاقيين مكان لمواهبهم، مفكرين انهم متخلفين، مقتنعين انهم مش مهمين؟ خلاص كفاية نعمل مش مهتمين. انا بتهم التعليم بقتل المواهب الفردية والفرص الابداعية وارهاب المفكرين. دي منظومة قديمة صلاحيتها انتهت من مئات السنين. بقى ده مش محرج؟ في حرفيا اكتر من قرن مفيش حاجة اتغيرت، ومع ذلك بتدعي انك بتحضر الطلاب للمستقبل. طب ايا كان المستقبل ده، انا لازم اسأل، هل انت بتعلم الطالب علشان يفشل؟ انا عملت بحث عنكم وعرفت انكم بتجهزوا طلاب يشتغلوا في مصانع، واللي بيفسر انك بتقعدهم في صفوف متنظمين. اثبت مكانك، ولو عايز تتكلم ارفع ايدك اليمين، وال8 ساعات احبسهم في فصول مع المدرسين واديهم بريك ياكلوا فيه من الكانتين. خليهم متنافسين على الدرجة النهائية، درجة بنحدد بيها الجودة الغذائية، منتج طبيعي 100%. انا فاهم وعارف ان الكلام ده زمان كان عادي، كلنا عندنا ماضي، بس خلاص كفايه ان انتوا طلاب متخلفين. العالم حوالينا اتقدم من سنين، دلوقتي محتاجين طلاب مبدعين مبتكرين منطقيين على نفسهم معتمدين ويكونوا قادرين على التواصل. ابحثوا شويه وهتلاقوا ان مفيش عقلين زي بعض، واللي مخلفين هياكدوا لك ان الكلام ده صح. بس القصد، لو طبيب وصف لكل المرضى نفس نوع الادويه النتيجه هتبقى مدويه، والمرض هيبقى حاجه طبيعيه، وطلب دواء مختلف هيبقى حاجه غريبه ومش طبيعيه. صح، بس لو بصينا للمدارس هنلاقي ان هو ده بالظبط اللي بيحصل، ان مدرس واحد بيقف في الفصل قدام اكتر من 30 طالب، برغم اختلاف الصفات والشخصيات والمطالب، اختلاف الاحلام والاهداف والمواهب، بتعلمهم نفس الحاجه بنفس الطريقه. ده شيء مرعب. ده غير ان مع كل ده بتعامل مدرسينك غلط وبتعذبهم. قصدي ان المدرسين عندهم اهم شغله في العالم ومع ذلك مش لاقي تاكلهم، وعلشان ياكلوا ادوا الدروس. مش دي دلوقتي اكبر مشاكلكم؟ خلينا نتكلم بصراحه، المدرسين لازم يتعاملوا بالظبط زي الدكاتره، لان الدكتور ممكن يعمل عمليه لقلب طفل ويرجعه للحياه، انما المدرس ممكن يوصل لقلب الطفل ده ويعلمه المعنى الحقيقي للحياه. المدرسين دول ابطال في نظام ما فيهوش خيارات ولا حقوق، بيدرسوا مناهج معمولين لناس بيحطوا قوانين، اغلبهم ما اتعلمش ولا يوم في حياته، مهووسين بامتحانات المتفوقين، قصدي الفاضيين اللي عرفوا يحفظوا لهم زياده كلمتين، والمختلفين بيعتبروهم متخلفين. امتحاناتهم على الحفظ مبنيه، ويوم لما غيروها خلوها تعجيزيه. مش فاهمين ان مش لازم يقسمونا طبقتين، طبقه الكليات العليا والعاديين، طبقه العام والمتفوقين، طبقة المتعلمين والجاهلين، طبقة الأغنياء واللي مش لاقيين. أنا خلاص فقدت الأمل فيكم، بس لسه عندي أمل في الناس، ولو كنا نقدر نخصص صفحاتنا على الفيس عربياتنا وبيوتنا فإحنا نقدر نبني تعليم من الأساس. ننسى شوية الروح المدرسية ونلتفت لروح الطلاب. كفاية زي موحد، فكر موحد، هدف موحد، وخلونا ننمي روح الاختلاف. أنا عارف إن الرياضيات مهمة، بس مش اهم من الفن والرياضات، وعارف ان كلامي ده شبه الاحلام، بس دولة زي فنلندا عاملين اعظم نظام تعليم. بصوا حواليهم وقرروا يغيروا اللي كانوا عليه متربيين. الايام الدراسية اثروها، ورواتب المدرسين رفعوها، والواجبات المنزلية لغوها، وبدل ما يشجعوا الطلاب على التنافس شجعوهم على التعاون. بس عارفين ليه احنا عمرنا ما سمعنا على فنلندا؟ لان هم الاول في العالم على التعليم. عارفين احنا كام؟ احنا 150. في حلول تانية كتير، بس خلونا نتحرك، لان بالرغم من ان الطلاب دول هم 20% بس من تعدادنا، الا انهم 100% من مستقبلنا. يبقى خلونا نصدق احلامهم وما نقولهمش انتوا لسه اطفال، لان هو ده العالم اللي بصدق فيه، عالم السمك فيه مش مرغمين يتسلقوا اشجار. عارف ان الكلام ده بيصحي جواك حاجه دفنتها. انا اسف، بس انا مش هبقى زيك، وعارف اني قدها، قد ان اغير افكار، وصدقني هو ده وقتها. اللي احنا فيه ده تدمير الاحلام، تمييز الطلاب، واجهاض افكار المختلفين، ده غلط ولازم نغيره مش نصلحه. لو معتبرين ده علم فانا ضد التعليم. السلام عليكم.
اولا شكرا عشان اتفرجت على الفيديو، سواء كنت شفته من حد عمل له شير او كنت انت من الناس اللي جالهم الفيديو ده في الاول. بس انا عايز اطلب منك طلب. انا عارف ان المشكله كبيره، وعارف ان حلها مش هيكون كلام ولا هيكون فيديو، وعارف ان حلها مش ان احنا نغير مناهج، عارف ان حلها ان احنا نفكر فيها ونشوف ايه سببها. انا مش عندي الحل ولا انت عندك الحل، بس احنا عندنا العقل ونقدر نغير حاجه زي كده. يا ريت يا ريت يا ريت تعملوا اللي تقدروا عليه. وصل الكلام ده، انا لا فارق معايا الاسم لا كوبي رايتس ولا اي حاجه. خد الفيديو اعمل له شير، حطه، تعرف بيج حطه على البيج دي، تعرف تبعته لحد ابعته، تعرف تخلي الناس تسمعه اسمعه. انا طالب في ثالثه ثانوي. كل المشكله بالنسبه لي ان انا اولا في نظام مختلف عن الثانوي العام، بس عامه انا عارف المشكله اللي في الثانوي بره، وعارف المشكله اللي في بلدنا، وشايف ناس حواليا كتير مش قادرين يوصلوا بالتفكير ان المشكله مش فلوس، مشكله مش قياده، المشكله مش مشكله ناس. البلاد اللي قامت من ايام الحروب اللي فاتت، اللي في القرن اللي فات، هي البلاد اللي اشتغلت على التعليم اول حاجه بعد ما كانت متحطمه ومتدمره. فما بلاش نضحك على نفسنا ونقول ان المشكله في مش عارف اكس ولا واي. احنا مشكلتنا في تعليمنا، ومش في مناهجنا القديمه اللي هتروح كاتب درس عن الكمبيوتر ولا عن الايفون ولا عن مش عارف ايه. مش ده الحل. الحل الطريقه، الهدف، ان احنا نعمل تعليم هدف ويطلع الناس، تخلينا ناس احسن، وبعد كده نبني عليه تعليم. مش نعمل تعليم نقول ان احنا بنخلي بيه ناس احسن. اتمنى اي حد يسمع الفيديو ده، سواء كنت طالب توريه لولي امرك، او ولي امر وريه للطالب، او طالب عادي وريه للمدرس بتاعك في الدرس في المدرسة، او انت كمدرس في المدرسة وريه لطلابك. عرفهم ان هو مش جاي لك علشان انت تضحك عليه وتاخد منه شوية فلوس وتمشيه. هو جاي لك عشان يتعلم منك، او انت رايح له علشان تضحك على نفسك وتقول ان انت بتروح درس عشان في الاخر تروح تقول كلمتين اتقالوا لك. ايه الهدف من ده كله؟ انا مش فاهم. فلازم نفكر فيه من الاول. وهطول كتير قوي لو اتكلمت، لان الموضوع ده موضوع جوايا بقاله كتير جدا، فكفايه اللي قلته. و ربنا يسهل وربنا يستر وربنا يوفقنا.